ردة فعل صادمة من رضا عبد العال بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي في الدوري المصري. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. انتهت مباراة الزمالك والبنك الأهلي منذ قليل بفوز الزمالك بهدف نظيف على البنك الأهلي، سجله محمود الونش. وعلق الكابتن رضا عبد العال على بعض الحالات التحكيمية في المباراة عبر تصريحات خاصة لنا، وقال: أولا، هارد لك لفريق البنك الأهلي ومدربهم المحترم، ومش هقول مبروك للزمالك. بصراحة اللي حصل النهاردة خلاني كرهت الكورة في مصر، مع اني زملكاوي وحابب ان الزمالك يكسب، بس مش كده. انا عاوز الزمالك يكسب بعرقه، مش بتوجيهات الحكام ولجنة التحكيم. انا عاوز واحد موحد بالله بيفهم كورة يقول لي الهدف بتاع البنك الاهلي ده فيه ايه. ازاي حكم الساحة يطلع يشوف الاوفسايد على شاشة الفار؟ دي ما حصلتش في التاريخ يا جماعة. الكورة ولا فيها اوفسايد ولا يحزنون. كل الحكاية ان الزمالك ما ينفعش يخسر او يتعادل النهاردة. تظلم بقى ما تظلمش، المهم الزمالك ياخد الماتش. اما الناس اللي بتتعب في الملعب والمدرب اللي طالع عين امه بره بتاع البنك الاهلي يولع بجاز. يا راجل، ده بابا فاسيليوس ده كان هيتجنن من قرارات الحكم النهارده. باينه قوي انه نازل موجه من اتحاد الكوره. وهقول لكم على حاجه: طول ما الكوره فيها كوسه في مصر عمر ربنا ما هيكرمنا. ومحدش يطلع يقول لي مدحت عبد الهادي عمل ماتش حلو، عشان اقسم بالله مدحت عبد الهادي كان بيتفرج على الماتش زينا وعمال يقول في عقل باله: انا ايه اللي جابني هنا.